القارة الإفريقية كاملة حابسة النفس ديالها، مش كتستنى شي ماتش كبير، لا، كتستنى قرار تاريخي ممكن يغير كل شيء. اليوم غادي نرجعوا بالتفصيل للقصة الكاملة ديال نهائي كأس إفريقيا 2025 اللي تلعب في المغرب، وكيفاش تحول من عرس كروي كبير لأزمة قانونية معقدة بزاف. وهادشي كله كيوصلنا لواحد السؤال، سؤال كيطرحه الملايين. هذا هو السؤال اللي كيدور في بال كل شي دابا. سؤال كيبان بسيط ولكن العواقب ديالو كبيره لواحد الدرجه ما كتصورش. واش بصح ممكن نشوفوا منتخب كيتجرد من اللقب ديالو من بعد ما هز الكاس واحتفل به؟ هادشي هو اللي غادي يتحدد فاش لجنه الانضباط ديال الكاف تقول الكلمه الاخيره ديالها. يلا نرجعوا للورا شويه باش نفهم كيفاش وصلنا لهاد النقطه. نهار 18 يناير 2026 في ملعب الامير مولاي عبد الله بالرباط، السنغال ربحت المغرب 1-0 في واحد الماتش اللي النهاية ديالو كانت أي حاجة إلا عادية. كانت نهاية فوضوية بكل ما تحمل الكلمة من معنى، لدرجة أنها ممكن تكتب تاريخ جديد في هذه الرياضة. القصة كلها بدأت في الدقائق الأخيرة ديال الماتش. لحظات قليلة كانت حاسمة، حبست الأنفاس، وقعت فيها قرارات غتخلي الأثر ديالها على تاريخ الكان للأبد. يلا نشوفوا شنو وقع بالضبط. تخيلوا معايا هذا السيناريو. في الدقيقة 95 الحكم كيمشي يشوف الفار وكيقرر ضربة جزاء للمغرب. هنا فين كل شيء غادي يتقلب. مدرب السنغال باب تياو كيعطي إشارة للاعبين ديالو باش يخرجوا من التيران. الماتش توقف لأكثر من 14 دقيقة. 14 دقيقة ديال الفوضى والشك والمفاوضات. فاش رجعوا اللاعبين كان الضغط النفسي رهيب. إبراهيم دياز تقدم باش يشوطوا البينالتي وضيعها. ومن بعد في الدقيقة 94 من الوقت الإضافي باب غايي كيماركي هدف الفوز للسنغال. سيناريو هوليودي بصح. هاد الأحداث بطبيعة الحال ما دازتش بلا ما يشوفها العالم. رئيس الفيفا جياني إنفانتينو اللي كان حاضر في الملعب خرج بتصريح ناري، قال أن هذيك مشاهد غير مقبولة، وملي كيقولها أعلى هرم في السلطة الكروية فهذا ماشي مجرد رأي، هذا ضغط كبير وكبير بزاف على الكاف باش ياخذ هذه القضية بالجدية اللازمة. مباشرة من بعد ذاك النهائي الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تحركات، قدمت شكاية رسمية للكاف والفيفا، والشكاية المغربية كلها مبنية على أساس قانوني واحد واضح ومحدد، المادة 82 من لوائح الكاف. هذه هي المادة اللي عليها العمدة، النص ديالها واضح وصريح، ما كيش فيه مجال للتأويل. أي فريق بيغادر الملعب بلا إذن ديال الحكم كي تعتبر خاسر بشكل تلقائي وكيتقصى. بالنسبة للمغرب القضية واضحة، القانون كاين والسنغال خرقاته بشكل مباشر من اللي اللاعبين خرجوا من التيران بأمر من المدرب ديالهم. ولكن الحجة ديال المغرب ما وقفتش غير هنا. الجامعة كتقول أن ذاك التوقف الطويل ديال 14 دقيقة والضغط والتوتر اللي تخلق أثر بشكل مباشر على الحالة النفسية ديال اللاعبين وبالخصوص على إبراهيم دياز اللي ضيع ضربة الجزاء. يعني من وجهة نظر المغرب ذاك الانسحاب ماشي مجرد مخالفة قانونية، بل هو تصرف أثر بشكل مباشر على نتيجة النهائي. بطبيعة الحال كل قصة عندها جوج ديال الأوجه. السنغال عندها الرواية ديالها والدفاع ديالها. الاتحاد السنغالي حتى هو قدم الحجج ديالو قدام اللجنة، والحجج ديالو كتركز على واحد المبدأ مختلف تماما واللي كيسميوه حقيقة الميدان. هنا كيبان لنا الصراع القانوني الحقيقي. من جهة المغرب كيتشبث بالمادة 82، خرجتوا من التيران إذا خسرتوا الماتش بالقانون. ومن جهة أخرى السنغال كتجاوب، ولكن رجعنا ولعبنا والماتش كمل والنتيجة تحدد فوق العشب. المغرب كيقول أن التوقف أثر على اللاعبين، والسنغال كترد بأن الحكم هو سيد الموقف، ومادام سمح للماتش يتكمل فالقرار ديالو هو اللي كيحكم. وزيادة على ذلك السنغال جبدت حتى ورقة المخاوف الأمنية وقالت أنها كانت ضحية استفزازات. إذن هذا الملف الشائك تحط فوق الطاولة ديال لجنة الانضباط ديال الكاف في القاهرة. الجلسة كانت حاسمة وسرية، والهدف منها هو الاستماع لجميع الأطراف باش يتخذ قرار نهائي وعادل. باش يضمن الحياد والنزاهة الكاف خدا واحد القرار مهم بزاف. رئيس لجنة الانضباط اللي هو سنغالي الجنسية تم إبعاده على هذه القضية، وبلاصتو منه ترأسات الجلسة النائبة ديالو الكينية جينيري أونيانغو. هذه خطوة ذكية من الكاف باش يبعث رسالة واضحة أن القرار اللي غادي يخرج غيكون مبني على القانون، ماشي على الجنسيات أو الانتماءات. اللجنة بغات تسمع القصة من فم أصحابها. عيطات المدرب باب ثياو اللي عطى الأمر بالخروج واللي كلمته كانت حاسمة، وسمعات للاعبين بحال إسماعيل لاسار وإليمان نيداي باش تعرف شنو حسوا في ذيك اللحظة بالضبط. كل واحد فيهم مع المسؤولين الإداريين والمحامي ديالهم قدم الرواية ديالو للأحداث. من بعد ساعات طويلة ديال الاستماع اللجنة قررت تدخل للمداولة.
يعني غادي يدرسوا جميع الحجج والشهادات والتقارير. والخبر المهم هو أنهم حددوا مهلة قصيرة بزاف. القرار النهائي غادي يتم الإعلان عليه في ظرف 48 ساعة، يعني الترقب وصل للذروة ديالو. هذا القرار ماشي غير مجرد نهاية لقصة النهائي ديال 2025، بالعكس هو ممكن يكون نقطة بداية جديدة، غيولي هو المرجع القانوني اللي غترجع ليه الكرة الإفريقية في كل أزمة مشابهة ممكن توقع في المستقبل. إذن شنو هي السيناريوهات اللي مطروحة على الطاولة؟ العقوبات ممكن تبدأ من مجرد غرامة مالية كبيرة على الاتحاد السنغالي، وممكن توصل لإيقافات طويلة للمدرب واللاعبين اللي كانوا متورطين، وصولا للسيناريو الأقصى، السيناريو اللي عمر شي واحد تخيل ممكن يوقع في نهائي ديال الكان، سحب اللقب من البطل وإعلانه للفريق اللي خسر في التيران. فجميع الحالات الكرة دابا في ملعب لجنة الانضباط. القرار اللي غيخرج من القاهرة ما غاديش يجاوب غير على سؤال شكون ربح الكان، لا، بل غادي يحدد كيفية إفريقيا غتتعامل مع الفوضى ومع احترام القانون لسنوات وسنوات جاية. واش غادي تنتصر حقيقة الميدان أو غادي تنتصر صرامة القانون؟ الجواب قريب وقريب بزيف.